بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حكاية بالبلدي. النهاردة هنتكلم على ترند حصل، ترند غريب شوية من نوعه. زوجة فنان اسمه أحمد الرفاعي. طبعا الفنان أحمد الرفاعي اللي ما يعرفوش، هو كان ممثل في فيلم أولاد رزق الجزء الثالث. مثل في مسلسل اسمه أشغال شقة الجزء الثاني. لا تطفئ الشمس، الاختيار، ملوش كبير. هو ليه كذا مسلسل مثل فيه. حتى في فيلم في دور السينما اليومين دول اسمه أحمد وأحمد، برضه بيمثل فيه، اللي هو بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي. هو برضه عامل دور في الفيلم، وحاليا بيصور في فيلم اسمه الحارس بطولة هاني سلامة. فالراجل يعني طالع في تمثيل وشغال كويس. هو من مواليد سنة 1983. أحمد الرفاعي ممثل، يعني الظاهر عليه إن هو محترم. فوجئنا إن مرات أحمد الرفاعي بتعمل محضر باسم الشرطة بإن جوزها اتخطف أو اختفى. طبعًا البلاغ ده ما بيتعملش إلا بعد الاختفاء ب48 ساعة. ده غريب برضه، لإن هو لمّا رجع قال ده أنا تليفوني كان فاصل شحن. طب تليفونك كان فاصل شحن 48 ساعة، مش عارف تشتري شاحن تبقى عشان تشحن تليفونك، أو تتكلم في التليفون من أي حد عشان يعني برضه تطمن أهلك أو تطمن زوجتك. ده كان شيء غريب. خصوصًا كمان لقينا الفنان الكبير أشرف زكي، اللي هو رئيس نقابة المهن التمثيلية، برضه طالع بيتكلم عن الموضوع، وقال إن أحمد الرفاعي كان تليفونه فاصل شحن، وما كانش معاه الشاحن عشان يشحنه. فده كان ترند، وكان ترند غريب، فكنا لازم نتكلم عنه. أهم شيء الاشتراك في القناة، ويا ريت تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتتابعونا في الحلقات اللي جاية، وشكرًا على المتابعة.